أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا وتتابعنا في عناوينها. التعاون العسكري بين فرنسا والمغرب يتجاهل التعثرات الدبلوماسية في البلدين. مسؤولون فرنسيون يدعمون المغرب ضد سياسة ماكرون. تفاصيل حصول المغرب على أنظمة إلكترونية واستخباراتية من إسرائيل. تفاصيل هجوم قادته وزارة الخارجية الجزائرية على بوريطة. ونبدأ نشرتنا التعاون العسكري بين فرنسا والمغرب يتجاهل التعثرات الدبلوماسية في البلدين. يستمر التعاون العسكري والأمني بين باريس والرباط رغم تعطل القنوات الدبلوماسية بين الشريكين التاريخيين خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة الفيزا والتقارب الجزائري الفرنسي الذي تقوى أكثر مع اندلاع الأزمة المغربية الفرنسية. وشارك أفراد من القوات المسلحة الملكية خلال الأسبوع الماضي في مناورة مشتركة مع الكتيبة 13 التابعة للجيش الفرنسي، الهدف منها هو تعزيز قدرات الجنود المغاربة في العمليات الجبلية المعقدة. وجرت هذه التدريبات في جبال أوكيمدن بإقليم الحوزي، حيث أطر أفراد من الجيش الفرنسي تابعون لسرية قتالية من كتيبة جبال الألب 13 هنتر BCA تمارين ميدانية مدعمة بتقنيات عالية الدقة. والوحدة الفرنسية مجهزة بأحدث المعدات للتقدم والوقوف والقتال في الجبال وفي البيئات القاسية، وقد أثبتت عناصرها بالفعل وجودها في أصعب البيئات مثل القطب الشمالي والصحاري الإفريقية والجبال الأفغانية أو المناطق الحضرية. وخلال التدريبات مع القوات المسلحة الملكية تضمنت الأنشطة تدريبا على الجبال، التسلق بالأحمال الثقيلة وتسلق الجبال والإسعافات الأولية للجبال والقتال الجبلي أيضا. كما سمحت المناسبة للطرفين باكتشاف أسلحة كل منهما. وفي خطوة أخرى تعكس استمرار التنسيق العسكري والأمني المشترك بين فرنسا والمغرب، شاركت البحرية الملكية المغربية في مناورات احتضنتها قواعد فرنسية. وقالت السفارة الفرنسية بالمغرب في حسابها على تويتر إن الهدف من هذه المناورات هو حشد قدرات القوات البحرية الثلاث المغرب، فرنسا، السنغال في مكافحة الآشوفات الطبيعة. وأشار المصدر ذاته إلى أن الدول الثلاث شاركت بطريقة فعالة في هذه التدريبات، مؤكدا أنها دليل جديد على التعاون العسكري الكبير بين فرنسا والمغرب والتزامهما المشترك على المستوى الإقليمي. من جانب آخر، لم يتأثر التعاون الأمني والقضائي بين باريس والرباط، إذ أصدر القضاء المغربي أخيرا قرارا بالموافقة على ترحيل المواطن الفرنسي سيباستيان راولت 21 عاما إلى الولايات المتحدة لاتهامه بالتورط في قضية قرصنة معلوماتية، بينما تطالب عائلته بترحيله إلى فرنسا. وفي موضوع آخر، مسؤولون فرنسيون يدعمون المغرب ضد سياسة ماكرون. يعمل ساسة ومسؤولون فرنسيون على دعم المغرب في ظل الأزمة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما قام به عمدة مدينة منتز الفرنسية، الذي وقع اتفاقية شراكة مع مدينة العيون بالصحراء المغربية. وعمل مسؤولون فرنسيون على دعم المغرب ضد سياسة ماكرون، إذ أضحت مدينة العيون قبلة لكبار المسؤولين الفرنسيين من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين مدينة العيون وفرانسوا كروسديدي، عمدة مدينة ميتز الفرنسية، الذي يعتبر من كبار السياسيين بجهة الشرق الغربي الفرنسي وفاعل في البرلمان، وفق ما أوردته جريدة الأسبوع الصحفي. وكشف المسؤول الفرنسي، تضيف الجريدة، عن الوجه الحقيقي للشعب والنخب الفرنسية الرافضة لسياسة الرئيس ماكرون نحو المغرب، من خلال التأكيد على قوة العلاقات التاريخية التي يحترمها الشعب الفرنسي مع المغرب. وجدد عمدة ميتز تثمينه لمقترح الحكم الذاتي من أجل إنهاء مشكل الصحراء، وعبر عن الضرر الذي لحق بالمغاربة نتيجة قرار الرئيس الفرنسي التقليص من عدد التأشيرات، كما عبر عن تضامنه مع المغرب وعن سعادته الكبيرة بوجوده بالعيون. وفي موضوع آخر، تفاصيل حصول المغرب على أنظمة إلكترونية واستخباراتية من إسرائيل. حصلت شركة البيت سيستمز الإسرائيلية على صفقة بحوالي 70 مليون دولار لتزويد القوات المسلحة الملكية بنظام ألينت للحرب الإلكترونية EW واستخبارات الإشارة SAGANT، في عقد سيتم تنفيذه على مدى 2.5 عام.
وبموجب العقد، ستوفر شركة البيت سيستمز لفائدة القوات المسلحة الملكية وحدات EW الأرضية وذكاء الإشارة SAGANT مزودة بتدابير الدعم الإلكترونية والتدابير الإلكترونية المضادة، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم. ووفقا لبلاغ للشركة، ستنتج هذه الوحدات صورة أرضية وجوية سلبية شاملة وتوفر نظاما إلكترونيا للمعركة، مما يتيح الاستجابات الفعالة للتهديدات الجوية والبرية. وكجزء من العقد، ستقوم البيت سيستمز بتزويد وحدات EW و SAGANT الأرضية المجهزة بوسائل دعم إلكترونية وإجراءات مضادة إلكترونية وأنظمة قيادة وتحكم. وتركز الشركة الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الجوية والفضائية عملها في إنتاج الأنظمة الجوية للاستخدام العسكري والمدني، وتطوير مشاريع استثمارية في قطاع صناعة الطيران في المغرب. وكانت المملكة وقعت مع إسرائيل في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني خلال الزيارة الرسمية لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الرباط. وتسمح الاتفاقية للمغرب بالحصول بسهولة على معدات أمنية إسرائيلية عالية التقنية والعمل من أجل التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير. تجدر الإشارة إلى أن المغرب وقع في فبراير اتفاقية لشراء نظام دفاع جوي مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار للاستحواذ على نظام باراك MX الذي أشرف عليه الرئيس التنفيذي لشركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء إسرائيل إيروسبيس إندستريز المعروفة اختصارا IAA. ويتولى وزير الدفاع السابق بنفسه عمليات التسويق التي تقوم بها الشركة للصناعات العسكرية في المغرب، وذلك لام المساهمة في بناء أهداف جديدة لمستقبل الشركة. وفي موضوع آخر، تفاصيل هجوم قادته وزارة الخارجية الجزائرية على بوريطة صعدت الجزائر من لهجتها تجاه المغرب بعد يومين فقط من انتهاء القمة العربية، وبعد رفضها دعوة رسمية من المغرب للرئيس تبون. القمة العربية التي لم تكن ذات قيمة تذكر، ساهمت في مزيد سوء فهم بين الأشقاء العرب ولم تستطع لم الشمل كما روجت له الدعاية الجزائرية. وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية هاجمت في تقرير صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة الذي خلق الحدث في القمة 31 واتهمته باختلاق دعوة مزعومة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لزيارة المغرب. وكان ناصر بوريطة قد أعلن في حوار مع قناة عربية توجيه دعوة وصفها بالمفتوحة من الملك محمد السادس إلى الرئيس تبون لزيارة الرباط، ردا على تصريح سابق لوزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة الذي اعتبر تغيب الملك محمد السادس عن قمة الجزائر بأنه فرصة ضائعة كان يمكن أن تستغل لتوفيرها فرصة لقاء بين ملك المغرب والرئيس تبون لبحث تحسين العلاقات بين البلدين. وزعمت الوكالة هذه الدعوة مناورة غير اللائقة، وقالت في التقرير ذاته إن الغاية من الدعوة هي لفت الأنظار من خلال تسليط أضواء الصحافة العالمية على العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية والتشويش على قمة عربية حاسمة تعقد في ظروف استثنائية. وزارة الداخلية الجزائرية سبل من الاتهامات. ودعت الوكالة الجزائرية أن بوريطة لم يشارك مع نظرائه في النقاش، وأن كان يسعى للفت الأنظار في حين لم يجري بوريطة أي مقابلة سوى مع قناة العربية. كما اتهمته بأنه رفض أن يحظى بالضيافة الجزائرية المعهودة، وأنه أمضى وقته يتجول في أروقة القمة بحثا عن أي صحافي ليلقي عليه هراءه بدلا من المشاركة بطريقة بناءة مع أقرانه في مناقشة التحديات الحاسمة التي يواجهها العالم العربي أمام نظام عالمي جديد في طور التشكيل. ولم تتوقف الوكالة عند هذا الحد، بل اتهمت بوريطة بمحاولته إقناع الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن ممثلا لجبهة البوليساريو كان حاضرا ضمن المشاركين في القمة قبل أن ينتهي به الأمر، لا الاعتراف بأن فريقه المتحايل كان على خطأ، وهذا ما يعكس للأسف مساهمة الوفد المغربي المشارك في أشغال قمة الجزائر حسب ذات المصدر.